الله معكم جميعا. معكم أبونا إليخ نايسر. حبيت أن أتوجه بكلمة لأخوتنا بالدفاع المدني بالصليب الأحمر، حتى بكل اللي عم بيشتغلوا بهالطقس الحلو اليوم، حتى يتحضروا لعاصفة ثلجية نحن واصلين عليها. وأعطيكم بس فكرة نحن لوين واصلين. منخفض جوي حاليا عم بيتمدد من المرتفع الأزوري بطريقه على إيطاليا، وعم بيعمل عاصفة ثلجية، وعم بيتمدد حاليا شمال ليبيا وشمال مصر. رح بيتمركز اعتبارا من نهار السبت على لبنان، على فلسطين، على الأردن، أكيد قبرص وجنوب تركيا. هذا المنخفض رح بيواجه كتلة قطبية كتير كبيرة عم تتعمق نحو سيناء، نحو شمال السعودية. الأمر يلي رح بيسبب انخفاض بدرجات الحرارة ويحول هالكتلة كلها سوا المائية من منخفض مطري إلى عاصفة ثلجية. مبدئيا نهار السبت رح بتبلش الأمطار الشاملة بكل لبنان. أكيد الثلج رح ببلش على 1004 1005. بيدنا نهار الأحد بعد الظهر ظهريات 1100، وبالليل ممكن يخرق على 1900 متر. نهار الاثنين بتشتد العاصفة، بتتعمق الكتل القطبية أكثر، خاصة بعد الظهر بصير الثلج يتدنى على 800 متر تيوصل فجر الثلاثة على 600 متر تقريبا. مع انخفاض درجات الحرارة كمان رح بيتابع المنخفض الجوي بزيادة البرودة، ويصير الثلج لحدود 500 متر. نحن عم نحكي لأني لحد الثلاثة للأربعة. أما بما يختص الرياح، رح تكون نهار السبت المساء والأحد فقط في عنا رياح ناشطة ترجع بتضعف. هيدا رح يخلينا نشوف في نسبة تراكمات عالية مع نسبة رطوبة عالية، نسبة كبيرة من الرعود والبروق. رح نشوف انه بالمناطق البقاعية والجبالية، الجبال العالية، رح بيكون في عنا نسبة رطوبة بتوصل لبين 95 وال100%. رح بيكون في عنا كمية تراكمات ثلج كتير. ما رح نقدر نستوعب انه الثلج اللي رح ينزل بالجبال والمناطق البقاعية. رح بعطي فكرة صغيرة بس. زحلة متوقعين بالعاصفة الثلجية اللي رح تبلش نهار الأحد وتمتد تقريبا حوالي 5 ل7 أيام، وإذا تجددت يوم أو يومين كمان. متوقعين إنه يكون في عنا بين 60 سنتيمتر والمتر، متر و10 بزحلة، من أوطى نقطة لأعلى نقطة. أعريم متوقعين بين المتر والمتر ونص. ترشيش بين 180 والمترين ونص. ظهر البيضر بين 130 سنتي ومترين. أما سهل البقاع فرح يشهد نسبة عظيمة من الثلوج. يمكن ما بعرف لأول مرة رح نشوف بين 50 و 80 سنتيمتر بالسهل. أما بعلبك رح بيكون في حصة كتير كبيرة لبعلبك، يلي رح تشهد بين 70 سنتيمتر وال110 سنتيمتر كمان، قريبة لزحلة. الحرارة رح توصل مبدئيا بزحلة بهالفترة يلي بتمتد أكتر شي بين الثلاثة والخميس. عنا بالنهار رح بتكون أكيد -1 -2. بالليل رح توصل للناقص 5 -6. بعلبك رح تكون بين -4 وناقص 8. أما ظهر البيضة رح بتكون بين -6 وناقص 9 درجات. وبترشيش على العالي رح تكون بين -4 بالنهار، وبالليل -10 11 درجة. مثل ما قلت لكم في كمية تلج كتيرة. التلج هي حلوة، عم بتغذي الأرض. العاصفة اللي رح تجي لمدة 10 أيام تقريبا رح تعطينا حوالي